السلام عليكم. اجي نوجد الطاجين اللي غيهنينا في السحور. غادي نحتاجو 4 كاس ديال زيت الزيتون، 3 الفصوصه ديال الثوم وبصله اللي حكيناها في الحكاكه الرقيقه، 3 المطيشات اللي محكوكين حتى هما في الحكاكه الرقيقه، معلقه كبيره ديال القزبر والكفته. بالنسبه للتوابل غنحتاجو 2 وراق سيدنا موسى، معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه كبيره ديال القزبر مطحون، نص معلقه ديال البزار ونص معلقه ديال الملحه. غنخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، خليوهم يتشحروا على نار هاديه مده ديال 10 دقائق. مورا ما دازت 10 ديال الدقائق غادي نضيف معلقه ديال معجون الطماطم اللي ذوبناه مع الماء، بطاطا اللي قطعناها مربعات صغار، وحبات ديال الزيتون، ونغطيو عليه ونخليوه يطيب مده 15 دقيقه. مورا ما دازت 15 دقيقه نزيد ليه البيض. درت 3 د البيضات وفلفله حاره، الفلفله كتبقى اختياريه، ونسد عليه 2 دقائق. وكتبقى اخر خطوه هي الفرماج المحكوك اللي غادي نزينو به الطاجين وغنسدو عليه دقيقه. وهكا كيكون الطاجين ديالنا وجد. نزينو بشويه د القزبر. بصحه والراحه.